هلا وشونكم. اليوم نسوي مطبق سمك يجنن يرد الروح. بالبداية غسلته وملحته. ملحنا جبنا الطحين وذبيت عليه خاشوقة ملح وخاشوقة كركم. هنا أنا السمك قبل ما أقلي أغمسه بالطحين وأقلي. أول شي يعطي قرمشة كلش طيبة، ثاني شي ما يلزق. صحيح يمكن هاي السالفة قديمة، بس شنو يعني أحسن من السالفة الجديدة اللي هو بلا طحين، طعمه يصير كلش كلش طيب. وهنا نسمي بسم الله ونقلي. ونبغى نسوي التمة. هنا كان تنطفي الكهرباء. عادين حمسنا الشعرية هنا وذبيت عليها التمن وخاشوقة ملح وخاشوقة كركم صغيرة ونخليه يتهدى. هنا عندي السمك قليته وخليته مقرمش صار يخبل. هنا عندي أحمس البصل وشوية كركم وخاشوقة صغيرة مبصرة وأخلي عليه كشمش فما أحمسه هواي. هاي مثل ما تشوفون مرة مرتين ثلاثة وأطفي النار، هذا هو. وهنا التمن صار يخبل ويتنعثر. صبينا التمن ورشت عليه كشمش تخبل والزلاطة والتمن والسمك وصار السفرة تجنن. وسهمكم العافية إن شاء الله. مو تنسون تتابعوني. شو تحبون أكثر، مطبق السمك لو الشوي لو السقف؟ أنا بالنسبة إلي مطبق السمك بالنقلي يخبل، حتى المونة كلها تظل، وثاني شي حتى الجلد ينأكل كلش كلش طيب. أنا كلش أحب السمك. أكو صحيح ناس ما تحب السمك بس القليل، بس السمك درجة أولى عندي.